مكسب الزمالك امبارح على المصري كان مكسب انا مش شايفه مكسب نتيجة ومكسب اداء في الماتش او هو ده كان السبب في اللي احنا كسبنا امبارح بسبب اللي انا كنت كويس في الماتش او اللي انا كنت ادائي كويس او المدير الفني كان كويس امبارح في التشكيلة وفي طريقة اللعب وفي التبديلات. المكسب كان في حاجة تانية خالص او السبب في المكسب كان حاجة تانية خالص. السبب في المكسب رقم واحد شيكو بنزا. تقول شيكو بنزا ده يا ابني ما لعبش اصلا امبارح. هقول لك اوكي انا عارف ان هو ما لعبش معاك اللي هو ما لعبش امبارح، بس كان سبب كبير اللي انت ما لعبتوش هو كان سبب مكسبك امبارح. حته العدل. انا كنت رافع فيديو بقول فين شيكو؟ شيكو فين؟ الناس كلها شافت الفيديو طبعا، وطلع الناس كلها طالعه في الكومنتات عندي كانت متضايقه وعشان جه متاخر وعشان جه ما اعرفش ايه وعشان ايه وعشان ايه وعشان ايه، وكان في كومنتات كتير على الراجل ما جاش واحنا متضايقين المدير الفني مش هيشاركه. بس طلع للمدير الفني يانيك فيريرا كان معاه كل الحق في الانضباط والعدل، هو اساس مكسبك. اللي انا ابقى منضبط، انت اللي هتكسبني مش عايزك لو مش هتبقى منضبط. انت اللي هتوديني وهتعليني وانت اللي هتجيب لي الدوري مش عايزك لو انت مش ملتزم. دي كانت هي من اسباب المكسب بتاع امبارح، او سبب من اللي انت فزت امبارح. اللي اللعيبه حست اللي بيتدلع مش هيلعب، اللي هيتمايع مش هيلعب، اللي معرفش ايه مش هيلعب. نيجي للنقطة التانية، الونش. كابتن محمود الونش امبارح بعد الماتش رفع استوريهين. الستوري الاولاني بيبارك فيها لمحمد اسماعيل البديل بتاعه اللي نزل وعمل ماتش هايل، وقال له كلمتين ولا احلى زي ما انت شايفهم كده. فدي روح كانت ناقصانا، ودي روح حلوه من الونش ونفس طيبه، لان هو كابتن من كباتن الفريق، فعايز الفريق يكسب ايا كان. انا هلعب مش هلعب، زميلي لعب مكاني، روح وحط له ستوري حلوه وهناه فيها. دي بتدل اللي فيه صفاء وفيه روح حلوه في الفريق، الناس كلها مبسوطه. نيجي للحاجه الثالثه، الجمهور. هو المفروض كنت اقوله اول حاجه. الجمهور امبارح مفيش اعذار مفيش معلش، العب راجل دوس على الوش. جاب لهم من الاخر، جاب لهم اللي انتوا خسرانين وادي دجله الماتش اللي فات فضيحه، فضيحه حرفيا. بس احنا جينا وفي برج العرب وسد ايد وكنا كتير وملينا الدنيا ومن اول دقيقه لاخر دقيقه بنشجع. عمرنا ما يأسنا من الزمالك، عمرنا ما حسينا ان الزمالك لا انا مش رايح الاستاد، ما حصلتش. يعني هتلاقيها مع الناس ما حصلتش. جمهور قوي 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 من اول دقيقه لاخر دقيقه. يعني 10 على 10 بصراحه، 10 على 10. تيجي الحاجه الخامسه بقى، بارون وهو قاعد بيرقص وهو بيبدل مع الاغاني بتاع الجمهور وبعد الماتش مع اخوان وبتاع. الواد انسجم بسرعه قوي، عرفوا يدخلوه الفريق بسرعه جدا. الواد ما كملش 10 ايام في مصر اصلا بقى موجود وبيرقص مع اللعيبه ومبسوط والدنيا حلوه. برضو دي بتعرفك قد ايه اللي في حاجه دلوقتي موجوده في الزمالك، اللي العيال بقت تحب بعضيها. احنا بنحب بعض، عايزين نكسب، مين هيلعب مين مش هيلعب، موضوع منتهي. الموضوع منتهي حرفيا. حاجه خامسه وهي الاهم من وجهه نظري، آه، اللعيبه الصفقات الجديده فارقه جدا 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 في سكواد نادي الزمالك. انت امبارح زي ما قلت لك في الفيديو بتاع الماتش، انت بيطلع ناصر ماهر، بيطلع خوان، بيطلع عدي، بيطلع ادم، بيطلع اربعه من احسن اربعه كانوا موجودين في الماتش، وبينزل اربعه مفيش نقاش عليهم، اربعه حلوين. اذا كان معالي، ولا اذا كان نزل مين تاني، احمد شريف ولا عمرو ناصر، ومين تاني نزل الرابع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نزل مين تاني؟ انا كنت كاتبهم لحظة واحدة معلش عشان ما انساش حد. آه... عمرو نصر ومهدي واحمد شريف واحمد حمدي. فتخيل احمد حمدي بينزل في الدقيقة حاجة و70 79 ولا واحد ولا الدقيقة 80. فانت دلوقتي بقى عندك فريق وعندك بدلاء حلوين يقدروا يغيروا لك الدنيا، يقدروا يساعدوك انك لو في عندك لعيب عطلان مش يومه مش مأدي، لا ابدله وانزل حد تاني كويس وهيأدي وهيبدل. عندي واحد زي معالي مش عارف ازاي ما كانش بيحطه في القايمه، واحد بيلعب وينج يمين وينج شمال، بيشتغل هنا وبيشتغل هنا. ده لعيب بالنسبه لي جوكر. عندي واحد زي خوان ده ما شاء الله ما شاء الله، يعني ملوش ملكه، عيل ملوش ملكه ما تعرفش تمسكه.
ما تعرفش اللي هو أنا حد يبقى ملازمه، صعبة، صعبة يمكن مستحيلة. عيل قصير كده بيعدّي من أي حد، يا هياخد فاول، يا هياخد ضربة جزاء، يا هيعدّي، ما عنده فعلًا ما لهوش مَلكة. فدول كلّهم كانت عوامل أدّت إن الزمالك يكسب. الحمد لله مكسبنا امبارح كان مهم جدًا، 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 جدًا بالأداء والنتيجة، والعوامل اللي أنا قُلت لك عليها دي كلّها كانت أهم من النتيجة ومن الأداء، دول كانوا السبب في النتيجة والأداء بتوع امبارح. لو أول مرّة تشوفني ما تنساش تعمل لي follow أو subscribe وأحلى مسا عليك، وقُل لي رأيك طبعًا في الcomment.